مبسوطة جدا أكون معاك يا بيتر النهاردة. مبسوطة جدا أن أحكي أكتر. ميرسي يا كارل، أنا اللي مبسوط جدا لدعوتكم إن أنا أكون معاكم. متحمسة أكتر أسمع يعني عن قصتك، خدماتك، والأكتر والأكتر عن عمل الرب في حياتك يا بيتر. كان في turning point، يعني هل كان في نقطة تحول من شخص مثلا كنت بعيد عن الرب وفي يوم معين سلمت حياتك، أو في يوم معين الرب اتعامل معاك تعامل شخصي؟ يعني أنا يعني زي أغلب بقية الناس عشت في بيت مسيحي، بنروح الكنيسة، بنعمل الطبيعي اللي موجود يعني. لكن في 2002 15/8/2002 كنت في مؤتمر تسبيح في العجمي، وكنت في اجتماع في وسط فترة التسبيح، الناس مبسوطة وفرحانة ومتهللة وانا حاسس ان في حاجة مش مظبوط. انا ليه مش متفاعل مع اللي بيحصل؟ بالرغم انه ده العادي اللي انا بحضره كل اسبوع في الكنيسة. يعني في حاجة مش صح. قعدت في اخر الاجتماع مع اللي كان بيقود تسبيح، بقول له في حاجة مش صح. ابتدينا نتكلم وبعدين نصلى معايا. فوجئت انه انا مش مسلم حياتي لربنا خالص. انا عايش حياتي بالطول والعرض، لكن في حاجه ناقصه. اسمي مسيحي لكن المسيح مش سيد حياتي. مش هو اللي بيدور الحياه، مش هو رقم واحد. ومن ساعتها يعني بدات رحلتي مع ربنا. لما رجعت من المؤتمر ده انا فاكر كويس، انا ليا اوضه في بيت بابا. قعدت فيها وفتحت الشباك بتاعها وصليت، قلت له انا عايز حياتي تبقى بتاعتك للاخر. ساعتها حسيت انه اتكلم جد ولا احنا هنهزر. قلت له لا، انا بتكلم جد وعايز حياتي تبقى بتاعتك للاخر. ومن ساعتها بدأت رحلة ربنا معايا. كنت مرتب حياتي بشكل مختلف على اني اخلص دراسة وبعد كده اشتغل في البلد اللي انا عايش فيها في المنيا، يعني حياتي خلاص خلصت. ما بين يوم وليلة لقيت حياتي في حتة تاني، في بلد تانية بعيدة عن اهلي، عايش فيها وحدي. يعني المواضيع اختلفت. لكن بعد ما ربنا بيبقى هو رقم واحد، الامور بتختلف. بيحصل مطبات، لكن الامان في القصة ان هو رقم واحد. فانت مطمن لانه هو السيد وهو رقم واحد في حياتك. المشهد اللي في الكتاب اللي اتقال في 3 أناجيل، انه المسيح في المركبة، لسه من قريب كان بيفكرني بالمشهد ده. انه هو في المركبة عمالة يمين وشمال، يعني تتحط يمين وشمال بسبب المية والريح. وبعدين التلاميذ بيقولوا له أما يهمك أننا نهلك، اصحى. انت موجود معايا بس اصحى، شوف انا بعمل ايه. يعني شوف احنا بيجرى لنا ايه، احنا بيحصل لنا ايه. فبيقوم يهدي العاصفة ويهدي البحر، والامور بتسكن، لكن هو في المركب. فده اللي مخليني مطمن انه كل مرة حياتي بتتشقلب، بتتشال وتتحط، مش ببقى فاهم ايه اللي بيجرى. فيجي يروح عادل دماغي كده يقول لي انا في المركب. انت شايفني نايم بقى، انت شايفني صاحي، انت مش شايفني اصلا، لكن انا في المركب بالظبط. ده يخليكي مطمنة. يحصل ايه بقى ما يحصلش ايه، مركب ترسى ما تفضل في المية، الليل نهار يعدي عليه، ايا كان اللي بيجرى هو في المركب. وده الامان كله ببساطة. سبت البلد اللي كنت عايش فيها والرب دعاك لمكان تاني. اتحركت بسبب الشغل. لقيت ان في فرصة شغل هنا في القاهرة، رحتها. بس كان في غرض اكبر غالبا من الشغل. ده اللي انا فهمته بعدين. ده اللي انا فهمته انه لا، انا عايزك مش بس عشان الشغل وعشان تخدمني كمان في الشغل، لكن انا عايزك كمان عشان تخدمني. وساعتها دعيت ان انا اخدم في فريق تسبيح، والرب باركني جدا 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 فوق ما تتخيلي في وجودي مع الفريق ده من 2009. واحنا اتباركنا بيك يا فيك. يا رب يباركك. احنا كنا عايشين في بلد، انا وعيلتي، مش سوري اني اقطعك بس لازم اقولك الحته دي. كنا عايشين في بلد ما فيهاش كنيسه، وفاكره ان احنا كنا يعني ترانيم اللي انت بترنمها بصوتك كانت مميزه جدا، وكنا بناخدها وبنسمعها في الاجتماعات السريه اللي بنعملها. بس حين كتير من اللي حاضرين كانوا بيبقوا مش مؤمنين، وبسبب ترانيم معينه وترنيمه معينه هتكلم فيها معاك يعني بعد شويه،
حقيقي في ناس كتير سلمت حياتها. فالدعوة دي كانت حقيقية بيتر، عشان كده مبسوطة ان انا بتكلم معاك ومبسوطة اسمع اكتر الدعوة دي جت ازاي. بصي، من الاول للاخر ده شغل ربنا. انا إن كان عليا، انا بشوف طول الوقت انه انا ما استاهلش، وانا فعلا ما استاهلش. انت اتأثرت، انا اسفة، ما كانش قصدي اخلي دموعك تنزل، بس لا حقيقي خالص. بس يعني حتى في تعاملاتي مع ربنا انا بحس انه بالبلدي كده رقبتي عوجة. مش بسهولة بسمع الكلام، مش بسهولة بنفذ، بتناقش كتير، مش بسهولة بصدق. لكن لما ربنا بيحب يشتغل بحد، يشتغل بالمصدرة او غير الموجود، بيبقى شغله كلنا. هو لما بيحط التاتش بتاعه الموضوع بيروح في حتة تانية خالص. صح. كملي. انت قدت بعد كده او دخلت فريق التسبيح وابتدت خدمتك بالتسبيح. بالظبط. من خلال المهندس بولس بشرى اتعلمنا بجد يعني ايه خلوة، وازاي تقعد قدام ربنا، وازاي تتقابل معاه، وازاي تتكلم عنه وتكلموا عنه اكتر. فشخصه البهي يبان وعينيك تتفتح عليه اكتر، فتشوفه بشكل اوضح، فتعاملاته معاك تكبر وتكبر كمان في الكنيسة من خلال قصر الدبارة، من خلال بيبو ونادرة. المواضيع عناية بدأت تتفتح أكتر وأكتر على ربنا، وقد إيه هو مبهر. يعني بيبو لما كان يقعد معانا كان يقول لك أنا عايزك في الوقت اللي جاي تحط عينك على ربنا لأنه هتنبهر بيه. فالإبهار كمان مش بس وقت القعدة معاه، إذا كان في اجتماع، لكن كمان في الحالة العملية تقدر تنبهر بيه بشكل غير طبيعي لما تشوفه وتصدق فيه في تعاملاتك اليومية، في وسط البيت، في وسط العيلة، في وسط الشغل. لا، بتنبهر. هو يعني حتى في يومي العادي يا بيتر. بالظبط. هو الموضوع. لو هنقدر نقول هو الموضوع، هو المركز. في كل حاجة بتدور حواليه، إذا كان محبة، إذا كان شغل، إذا كان خدمة، إذا كان أي حاجة بتحصل في خلال يومك، هو الموضوع. هو أنت المركز. بتتكلم عن علاقة يعني كل اليوم، طول اليوم، يعني مش موضوع بس في خلوتي ولا في 10 دقايق اللي بقعدهم ولا في اجتماعي اللي بحضره من 7 ل10. بالظبط. هو اليوم من أوله لآخره. قعدت فترة أخد الخلوة قبل ما أنزل الصبح، وقعدت فترة ما أخدهاش، وبعدين رجعت أشوف الفرق ما بين الأيام دي والأيام دي. لا، فرق شاسع، فرق رهيب. اليوم اللي ما بتاخدش فيه الخلوة بتنزل أنت مش فاهم إيه اللي بيجرى لك. يوم ما بيحصل مشكلة هنا ولا هنا تحس إن الدنيا اسودت والعملية خلاص قفلت كده والأمور اتعقدت. صح. لكن اليوم اللي بيبتدي بربنا بيمشي بسلاسة. كأني خلوتك كل يوم الصبح دي العهد اللي بتجدده كل يوم مع يسوع. لما بقول له يا رب أنا عايز أتقابل معاك النهاردة، وعايز أشوفك النهاردة، مش بس في الساعة ولا النص ساعة اللي أنا بقعدها معاك قبل ما أنزل. لا، أنا عايز أتقابل معاك في كل معاملاتي اليومية. أنا عايز أشوفك، أنا عايز أنبهر بيك أكتر. أنا دايما أقول له أنا مش شبعان منك. أنا كل ما بقابلك كل ما بجوع لك أكتر. أنت مبهر بشكل، وبعدين في صفات أنا أعرفها عنك، وفي صفات أنا أعرفها وقابلتها في حياتي، بس أنت مازال عندك الكتير كتير قوي، وأنا متحمس وعطشان إن أنا أشوف ده. كل مرة ربنا بيقابل الجوع والعطش، لو ده حقيقي فعلا أنا بقوله مش بس روتين. صح. بقوله في كلامي، لا، بيقابلني بإيد قديرة، يعني بيخليني فعلا أقول له في آخر يومي أنا مبهور باللي أنت بتعمله معايا. أنا مبهور بيك. خليتني أبص على العلاقة بالله ببرسبكتيف مختلف. أنت كتبت كلمات ترنيمة يا بيتر، ده فدائك مش حدوتة تتكتب في تاريخ، لكنه خلاص وحياة. عايز أسمع القصة اللي خلتك تكتبها. يعني ما اتكلمتش عن الموضوع ده كتير، بس هي يعني الموضوع مش قصة كبيرة خالص. أساس الترنيمة دي كان لحن عمله سيمون سمير في بيت الصلاة، فعملوا مزيكا بس وزعوا في البيت، وكتب عليه حدوتة. وأنا كنت عنده في بيته في يوم من الأيام، وبعدين قال لي بيتر ما تسمع اللحن ده وتشوف ينفع يتعمل عليه إيه. اللحن عجبني جدا وشدني كمان اسم اللحن حدوتة. وأنا تقريبا يعني لو هقول حاجة تلخص اللي أنا عايشه، أنا محبوب من إله الكون. أنا في حد بيحبني وحبني حب ما ينفعش يتقارن خالص. فبدأت وأنا مروح أقول عمره ما كان الفدا حدوتة، وهي دي حياتي.
انه في حد دي مش بيحبني. قصة من القصص دي، بالزبط. مش واحدة من القصص دي حياة زي ما انت قلت في الترنيمة. دي ما ينفعش انه نقولها ونعديها. ده اللي بيحصل معايا كل يوم، انه انا كل يوم بصحى انا في اله بيحبني، كل اللي بمر بيه انا في اله بيحبني، لحد ميعاد نومي انا مازال في اله بيحبني، وبيحبني مش بس محبة عادية، بيحبني برغم عيوبي وبرغم عوجان رقبتي وبرغم افكاري وبرغم كل حاجة مازال بيحبني. وده اللي ربنا لحد النهاردة طول الوقت بيني وبينه بيقول لي انا بحبك. فعملنا الترنيمة دي أنا وهو، وبعدين لما نزلت من خلال فريق التسبيح أنا فوجئت باللي ربنا بيعمله من خلالها. ما فرقش معايا خالص مين يقول الترنيمة، فرق معايا إيه اللي بيحصل من خلالها، التأثير اللي عمله بالظبط. فلما الاقي حد يقول لي أنا عرفت ربنا من خلال مش حدوتة، أنا بقول له شكرا يا رب، أنا مش عايز أكتر من كده، مش عايز حاجة أكتر من كده. يعني دايما بصلي بقول له يا رب من فضلك أنا عايز لما أروح لك قفتي تبقى مليانة ومليانة نفوس، عشان أعرف أقول لك أنا اشتغلت باللي أنت اديتهولي بس. أمين. مفيش أجمل من إنه يعني نكون اللي بنحوشه هنا نفوس، بالظبط. مش أي حاجة تاني، يكون ده هدف. دي الحاجات اللي تستاهل الشغل. الشغل في حياتنا مهم عشان نكمل بس الشغل الصح انه الناس تعرف ربنا وتتقابل مع اللي احنا قابلناه. خسارة قوي ان انا ادوق العيشة الحلوة مع ربنا. الحياة مش سهلة، والحياة فيها صعاب، لكن مازال محورها هو ربنا، وده اللي مسهلها وده اللي مخلي الامور تعدي وتمشي. مش حلو ان انا بعد ما ادوق العلاقة مع ربنا الحلوة انه اخبي الحاجة عندي. انا استفدت ايه؟ انا عملت ايه؟ صح. ايه اللي انا كسبته؟ صح. الوزنة اللي انت اخدتها من ايدين ربنا ليه تدفنها لحد ما تيجي تطلعها في يوم من الايام ويقول لك عملت بيها ليه؟ ما انت عندك حاجة ينفع تقولها للناس انه في اله بيحب يا جماعة. عندك حدوتة تتحكي بجد. بالظبط. عندك قصة، وقصة هي القصة اللي لازم تتحكي. هي الموضوع. صح. هي الموضوع كله. هي الحياة. صاحبها هو الأساس. صح. بس فده ببساطة يعني. بيتر، غيرانة منك ان انت كل ما بتتكلم عن الرب كده كأنه عينيك بتلمع ودموعك بتنزل. كل ما بتتكلم عن الفداء، كل ما تتكلم عن علاقتك بالله، وشايفة شخص في علاقة حميمية ومختبر قوي. ونفسي اللي بيسمعونا وأنا كمان بجد، أنا ده اللي وصل لي، أنا فعلا غيرانة منك، يعني نختبر عمق العلاقة دي. تنصحنا بإيه؟ إحنا مسيحيين وبنسمع عن الرب يعني يسوع وإنه بيحبنا والفداء والصليب ده متربيين عليه، لكن بالزبط. مش مستمتعين بالعلاقة بالشكل ده، مش مكرسين، مش ضايقين اللي أنت بتوصفه ده. بصي، الموضوع يبتدي من حتة هو أنا محتاج لربنا ولا لأ؟ أنت شايف حياتك ماشية طبيعي وماشية عادي، الأمور ماشية كويس، ولا أنت طول الوقت عندك جوع وعطش لشخص يسد الفراغ اللي جواك، اللي سوري من معجنة يومك انت مش واخد بالك ايه اللي بيجرى ولا ايه اللي بيحصل، ولا احتياجك، لا، والاحتياج الاصلي والاصيل اللي عندك لإله بيحب هل موجود ولا لا. فاحنا بنطحن خلال اليوم ومش بنبقى مدركين ان احنا عندنا احتياج ولا لا. فالموضوع يبتدي انا عندي احتياج لربنا ولا لا. لو انا محتاج فعلا لربنا هبتدي ادور ازاي اقابله، وازاي اقعد معاه اكتر، وازاي اتعرف عليه اكتر، وازاي اقرا في الكتاب اكتر، ازاي اكون موجود في وسط جماعه المؤمنين اكتر عشان علاقتي بيه تكبر. الموضوع بيبتدي بجوع، اني اجوع ليه، اقول له لو جعان هتقابله، لو مش جعان عيش حياتك شبعني يا رب براحتك. امين. رب يدينا الجوع الجميل المقدس اللي انت بتتكلم عنه يا بيتر. انا بشكرك من كل قلبي، ميرسي جدا لكل كلمه حقيقيه قلتها، وصلاتي الرب يخلق من خلال الحلقه دي فينا وفيا انا بشكل شخصي جوع وعطش ليه واشواق لانه نستمتع بعلاقه حميمه معاه. ميرسي خالص. ميرسي لك.